الكيانات الكبيرة قسم الاي تي شايل مسؤولية تقيلة. استقرار السيستم اللي شايل حسابات ومخازن الشركة بقاله سنين. الإدارة دايما بتثق في رأيهم لأن هم المسؤولين عن أمان البيانات دي. هنا بيظهر التحدي. الاي تي هدفه الأول هو الاستقرار، ومدير الاي كوميرس الهدف الأول هو التطوير والسرعة، والاتنين صح بس كل واحد بيبص من زاوية مختلفة. لما تيجي تربط الموقع بالاي ار بي بتاع الشركة بتدخل في موال الانتجريشن. الاي تي عايز الداتا توصل له بشكل معين عشان الحسابات ما تبصش، وشركة السوفت وير عايزة تربط بشكل يخلي الموقع بتاعك سريع. مدير الاي كوميرس بيلاقي نفسه محشور في النص، بيحاول يوفق ما بين لغتين مش راكبين على بعض. النتيجة بتكون تأخير بالشهور عشان تلونش الموقع بتاعك، واوردرات ممكن تتعلق وستوك مش متحدث. هنا بقى بيجي دور الإدارة العليا. هل هي بتبص للتكنولوجي إنها مركز تكلفة وحماية بس، ولا كأداة ومحرك للنمو؟ الإدارة هي اللي بتخلق الجسر ما بين الإي كوميرس وما بين الأي تي، بتحاول توجد حلول وسط من غير ما تضحي بالسرعة وفي نفس الوقت تحافظ على أمان الشركة. لو التكنولوجيا وظيفتها بس إنها تأمن القديم وما تكونش جسر للجديد، الشركة هتفضل سلحفة في سوق بيتحرك بسرعة الصاروخ، وهتفضل محلك سر.